بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي على اليوتيوب. اتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتشاركوا الفيديو لكل حبايبكم واصحابكم، واتمنى تكتبوا لي تعليق في دعوه حلوه تكون من نصيبكم ونصيبي. احنا في الفيديو ده ان شاء الله مش هنعمل حاجة غير اننا نتكلم، نتعرف على بعض ونعرفكم بيا. انا عاملة القناة جديد علشان نكون مع بعض فيها. هنعمل حاجات كتير ونتكلم في حاجات كتير. وانا النهاردة انا بنعمل روتين اليوم العادي، اطبخ اكل لولادي، وانا طبخت الرز وبعمل السلطة دلوقتي. هنتكلم عن حاجة يمكن تكون مش مهمة في نظر ناس كتير، بس اكيد تهم ناس كتير، وناس كتير هتستفاد منها. اتمنى تعجبكم. وهي الحب دي حاجة. الحب لازم اولا نحب ربنا اولا، ونكون عندنا يقين كبير وظننا يكون بربنا كبير. ان احنا لو احنا ما كانش ظننا بربنا كبير انه هيعوضنا، وانه هيعوضنا عن اللي راح مننا وعن اللي عدى علينا والظروف اللي مرت بينا. لو احنا ما حبناش ربنا وايقنا الظن بالله، مش هنقدر نحب حاجة ولا هنعمل اي حاجة. ده اولا. وثانيا حبنا لنفسنا والاب والام برضو. المهم نتكلم عن لما نحب الاب والام هنجرهم، وطبعا الجنة تحت اقدام الامهات. المهم حصل في الفيديوهات مش عارفة من ايه. وبعدين بقى نحب نفسنا واولادنا. حبنا لنفسنا ده اهم حاجة في الدنيا دي كلها، لان انت لو ما حبيتش نفسك مش هتقدر تحب حاجة في حياتك، مش هتقدر نفسك، اللي قدامك مش هيقدرك. ده شيء طبيعي. ان انت لو حبيت اولادك وحبيت نفسك هتقدر تعيش حياتك. ولازما يكون ظنك بالله كبير. حب ربنا لينا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذا حب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في السماء يا ملائكة، ينادي في السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فينادوا في أهل الأرض يحبه. فربنا سبحانه وتعالى ربنا يا رب